مستمعينا الكرام، مستمعي راديو وسط البلد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم حلقه جديده من برنامجكم رمز الخير. رسالتنا النهارده هنبعتها لمين؟ هنبعتها لاي حد عنده احباط، نقول له ارجوك بلاش تعمل احباط للناس، خليك رمز الخير في صناعه الامل في الامه. تمشي في اي مكان يقول لك احباط احباط، اصل الدنيا ضايعه، اصل الدنيا مش عارف ايه. لا، احنا النهارده عايزين تكون رمز الخير في صناعه الامل. تعرف تصنع الامل دايما مع الناس، وانت في الميكروباص وانت في المترو وانت في الشارع وانت في الشركه. قول يا جماعه ان شاء الله في خير، في خير في بلدنا، في خير في وطننا، في خير في امتنا، وان شاء الله هنوصل في يوم من الايام الى القياده والى الرياده. خليني اقول لك على حاجه جميله جدا. سيدنا ابو بكر لما النبي صلى الله عليه وسلم صنع فيه الامل في غزوه في الغار، راح عمل ايه في وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا عمر بن الخطاب وقف وقال: ايها الناس، من قال ان محمدا مات قطعت راسه بسيف هذا. ولكن سيدنا عمر ابو بكر الصديق لانه تعلم صناعه الامل من النبي صلى الله عليه وسلم اثناء الهجره، قال: ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ويبدا يصنع الامل في الامه بعد وفاه النبي في فتره كانت صعبة جدا. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع الأمل ويحيي الأمل في المسلمين. أرجوك خليك صانع الأمل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بلدك مصر، وفي وطنك العربي. النهاردة كانت رسالتي مهمة جدا لمين؟ أي حد بيعمل إحباط أرجوك خلي عندك أمل. أي حد عنده إحباط أرجوك اصنع الأمل في الناس. رسالتنا النهاردة كان هدفها صناعة الأمل في الأمة. أشوفكم إن شاء الله في اللقاء القادم. حتى ذلك الحين دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.